السلام عليكم، معكم ميس منال محمود والنهارده هناخد حرف الكي استكمالا لسلسلة الحروف اللي كنا بدأناها مع بعض. ده اسمه حرف الكي، اسمه كي كي كي، انما صوته في الكلمة ك ك ك ك ك كينج، ك ك كايت، ك كينج وك كايت، ك كينج وك كايت. كينج يعني ملك وكايت يعني طيارة. تعالوا ناخد مع بعض ازاي نكتب حرف الكي. دول سطرين الانجليش الاساسيين بتوعنا زي ما قلنا، السطر ده والسطر ده. هنتخيل ان في سطر تالت وهمي فوق هيمتد في خط مستقيم كده، وهنيجي من الخط اللي في النص هنرسم شرطة مايلة كده، وبرضو من الخط اللي في النص هنرسم شرطة مايلة لتحت. كمان مرة كده تاني، خط مستقيم ومن النص فين اهو هرسم شرطة مايلة فوق وشرطة مايلة تحت. كمان مرة خط مستقيم والخط اللي في النص هاجي من النقطة اللي في النص بالظبط هرسم شرطة فوق وشرطة مايلة تحت. ده بالنسبة للكي الكابيتال. تعالوا بقى نكتب الكي سمول. هتبقى برضو خط مستقيم هيمر بالثلاث سطور بتوعنا اهو، بس المرة دي بقى يا جماعة مش هقف في نص الخط وارسم شرطة فوق وشرطة تحت، لا المرة دي هنقف في نص الخط. نتخيل ان الخط مقسوم اهو نصين، هنقف في الربع الاخير، يعني في النص في السطرين دول. نتخيل ان في نقطة هنا، هنبتدي من النقطة دي يعني نص، يعني في منتصف النص التاني منه. تمام، في النص التاني هنعمل في النص التاني من الخط هنعمل نقطة في نص السطرين دول، في نص السطرين، وهنطلع خط برضو كده وخط كده. تمام، تعالوا نعملوها تاني اهو، وهنطلع من الخط ده كده والخط ده كده، واخر مرة خط مستقيم بيمر بالثلاث سطور، وفي النص من تحت خالص في نص السطرين دول، مش من النص هنا، لا من النص هنا، هنرسم خط مستقيم كده وخط مايل كده. وده كان حرف الكي. يا رب تكونوا عرفتوا ازاي بتنطق وطريقة كتابته تكون سهلة عليكم، وهشوفكم الفيديو الجاي. وحرف ال استنوني.